بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله أشرف الخلق والمرسلين. النهاردة إن شاء الله هنتكلم عن مفهوم مهم جدا في البرمجة، ألا وهو ال Object Oriented Programming. Object Oriented Programming. مبدئيا كده ال Object Oriented Programming عبارة عن بارادايم. يعني ايه بارادايم؟ يعني نمط تفكير معين او منهجية معينة في كتابة الكود. بما اننا ذكرنا كلمة بارادايم فنذكر باقي البارادايمز كاسماء، يعني كده بما اننا ذكرنا كلمة بارادايم ففي الفانكشنال بروجرامينج وفي البروسيجرال بروجرامينج، وفي طبعا بطلة الحلقة بطلة الدرس Object Oriented Programming. طبعا هي طريقة التفكير بتاعتها ان احنا بنتعامل مع كل حاجة عبارة عن Object. الكود كله عبارة عن Object، طبعا بنتطرق في الدرس عبارة عن الخصائص بتاعت الأوبجكت وازاي نستخدم الاوبجكت اكتر من مره. والفكره الاساسيه من الاوبجكت اورينتد بروجرامنج ان احنا نعمل كود ريوزابل، يعني مش كل حاجه نبنيها من الاول. فالفكره ان الاوبجكت ده لو فكرنا فيه مثلا كانه انتيتي او كيان معين فيه كل الخصائص بتاعته. فلو مسكنا مثلا على سبيل المثال الطالب، فهو ليه اسم، ليه اي دي معين، ليه جندر، ليه تفاصيل، ليه رقم تليفون، وممكن يكون ليه فانكشنز ان الطالب مثلا بيذاكر، بيحضر دروسه، بيمتحن، بيتحصل على درجات، بينجح، بيرسب لا قدر الله. فالاوبجكت عبارة عن كيان معين او منهجية معينة للتفكير في البرمجة. خلينا دلوقتي نعمل الاوبجكت وليه كذا طريقة نتعرض لهم دلوقتي. من اول طريقة مثلا اسمها اوبجكت literal، اللي بنقول له مثلا const person عادي خالص، نفتح قوسين نقول له مثلا name const person equal مثلا نقول له name محمود، age 21 مثلا، greet نعمل مثلا function حي مثلا، نقول له console log. بس هنستخدم هنا this هنا بتعود على الاب اللي هو في الحاله ديت اللي هو البيرسون الاوبجكت نفسه. فلو قلنا هنا مثلا hello this dot هنشوف النيم والايج. hello المفروض يطبع الاسم. خلينا كده بره نقول له بيرسون دوت greet الفانكشن greet. خلينا كده هلو محمود. تمام. طبعا لو قلنا له console دوت log person دوت name او خليها دوت age المرة دي، وجينا نشوف 21. فدي كانت اول طريقة اسمها object literal، بنكتب الاوبجكت وبنعرف البروبرتيز والميثود الخاصين بيه. خلينا كده ناخد تاني طريقة وهي باستخدام الكيورد new object. نفس المثال هنثبته لو قلنا const person equal new object. كده احنا عملنا object. طبعا هو لسه ما فيهوش اي properties ولا methods، فاحنا في الحالة ديت هنقول له person dot name equal محمود dot age age 21. لو عايزين نعرف ميثود بنقول له person dot greet وبنعرف له ان دي function declaration anonymous function
نيجي هنا نقول له كونسول دوت لوج، برضه زيس شغاله معانا لان زيس بترجع على البيرنت اللي هو في الحاله دي بيرسون. فلو قلنا له هلو زيس دوت نيم موجوده. خلينا كده نقول له بيرسون دوت جريت زي المثال اللي قبله ونشوف هلو محمود. طبعا مش محتاج اطبع ولا، خلينا نجرب واحدة كده بيرسون دوت نيم محمود. تمام. فدي كانت تاني طريقة باستخدام الكيورد نيو. بنقول له الاوبجكت ديكلاريشن ايكوال نيو اوبجكت، وبنعرف له البروبرتيز والميثودز.